السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة محمد الحمراوي لصيانة الأجهزة المنزلية. النهاردة إن شاء الله بإذن الله تعالى معانا عطل في غسالة زانوسي 7 كيلو. العطل ده عطل تاكو يا جماعة. المشكلة إن الغسالة لما بتشتغل بتطلع سرعة عالية جدا، زي سرعة العصر بالظبط، زي السرعة العالية في العصر بالظبط. المشكلة دي طبعا إما بتكون في الكارتة وإما بتكون في الموتور، وتحديدا في جزء التاكو. تمام. طبعا قياس التاكو يا جماعة بيكون زي ما هنشوف دلوقتي مع حضراتكم، ان احنا بنجيب الافو على وضع البزر وبنحاول ان احنا نضع طرفين الافو على طرفين التاكو كده زي ما حضراتكم شايفين. تمام. دول الصفر، دول طرفين التاكو. هنحط طرفين الافو كده. تمام. زي ما حضراتكم شايفين هو بيدي معانا قراية طبعا على الافو، ولكن المفروض علشان نعرف سلامة التاكو او نتأكد من سلامة التاكو ان احنا نلف الموتور يمين وشمال. المفروض يديني هنا صفارة متقطعة. طبعا ما بيدينيش اي حاجة تاني اهو، بيقيس معايا ولكن ما بيديش اي صفارة متقطعة. اذا التاكو ده كده فيه مشكلة يا جماعة. طب تعالى نحل التاكو كده مع بعض ونشوف ايه المشكلة اللي فيه. والعطل ده شائع جدا جدا في الغسالات الزانوس يا جماعة الفاكتوريا. ان المشكلة دي بتحصل دائما فيه. طيب احنا هنفك ده التاكو. تمام. مشكلة يا جماعة ان المغناطيس محلول من مكانه او مفكوك من مكانه. المفروض ان المغناطيس ده بيكون مربوط هنا بالشكل ده كده. احنا هنرجعه مكانه، نربطه ونقيس تاني ونشوف هل ان التاكو سليم ولا المشكلة ما زالت موجودة. تمام. بنربط عليه كويس وما نضغطش عليه جامد علشان الجزء ده بيبقى بلاستيك. هنرجع تاني ونضغط عليه ونرجع نقيس تاني علشان نشوف المشكلة ما زالت موجودة ولا. دول الطرفين بتوع التاكو بعد ما ركبنا المغناطيس كده. ادى معايا قراية طبعا زي ما حضراتكم سامعين، صفارة متقطعة. سامعين يا جماعة؟ فإذا المشكلة كانت معانا في التاكو زي ما حضراتكم شايفين. يبقى النهاردة بإذن الله تعالى حلينا مشكلة السرعة العالية في الغسالات الزانوس 7 كيلو. وعرفنا ازاي نقيس التاكو، ان هو بنجيب الافو وبنحط طرفين الافو على طرفين التاكو ونلف الموتور يمين وشمال. المفروض ان هو بيديني هنا على الافو صفارة متقطعة. اذا كده يبقى التاكو سليم ما فيهوش اي مشكلة، ونركب الموتور والغسالة تشتغل معانا والعطل يروح معانا بإذن الله. النهاردة بإذن الله دي كانت حلقتنا، وأرجو من حضراتكم إذا كنتم اتعلمتم حاجة جديدة النهاردة أن انتم تدعمونا بلايك وشير علشان يصل حضراتكم كل الفيديوهات القادمة بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.